الكلام بالبداية باسم منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا. نحييكم جميعا واهلا وسهلا فيكم بكل الرفيقات الحاضرات معنا اليوم. طبعا ضمن حملة معا لدعم النساء في السويداء في مواجهة الإبادة، منصة الفعاليات المشتركة قامت بحملة لمدة أسبوع، وهالحملة كانت فيها عدة نشاطات من أجل هدفنا الأساسي هو إرسال رسالة من النساء في شمال وشرق سوريا. جدا حصل انتهاكات وقتل وذبح وتخريب في سوريا. طبعا وضربوا المشايخ وأسروهم، والمعاناة للنساء أيضا. ونحن كنساء محافظة السويداء نرفع صوتنا للعالم. أسروا نسائنا، حرقوا كنائسنا، والقصاص العادل بحق مرتكبي هذه المجازر سفاء. بحق وإجرام بمحافظة السويداء، مختصين في المرأة ومختصين في شؤون المرأة يكون في لكم مطروحة لنحن نتفادى كوارث ممكن هي توقع بالمستقبل. يعني اليوم لما نحن بنقيم الوضع داخل سوريا أكيد هو مرتبط بالوضع الإقليمي والدولي، لأنه كامل المرحلة هي عم تمر، أو كامل المنطقة هي عم تمر بمرحلة مفصلية حقيقة. عم يتم التأسيس لنظام إقليمي ودولي جديد. عم نشوف إنه في كتير أحداث متسارعة وأحداث جذرية. يعني في بعض الدول عم تزداد خلينا نقول الأهمية الجيو استراتيجية لها، في بعض الدول عم تنقص هي الأهمية، وعم نشوف في كيانات جديدة هي عم تطلع. يعني بيهمنا كمان انه نحن نفهم الوضع اللي عم يصير بالمنطقه والصراع المشاريع الموجود وتاثيره كله على سوريا. صحيح اليوم سوريا هي عم تعيش ازمات عميقه عمرها عشرات السنوات، وللاسف حتى هذا اليوم هذه الازمات لم تحل، ولكن هناك تاثير للصراعات والتدخلات الاقليميه والخارجيه ايضا على الوضع في سوريا. هلا بدأت الأحداث في سوريا، يعني تاريخ 8 ديسمبر هو بشكل بداية مرحلة جديدة ومهمة لسوريا. يعني نظام سقوط الاستبداد بعد كل هالسنوات يلي حكم فيها سوريا بطريقة غير صحيحة أدت أنه تتشكل هي الأزمات في سوريا. فبداية هي المرحلة هي جدا مهمة بالنسبة للسوريين. يعني يفترض يتم إعادة بناء الوضع في سوريا على أسس صحيحة وسليمة، على أساس الطبيعة الموجودة على الأرض السوري، الواقع الموجود، على أساس التعددية الموجودة، وأن يتم حفظ هذه التعددية وحفظ حقوق الجميع وجميع المكونات. يعني لكن للأسف يعني اليوم نحن عم نحكي بعد تقريبا 9 أشهر من تاريخ 8 ديسمبر حتى هذه اللحظة يعني الأمور لم السويداء اللي عم تنزف ألم ووجع، مو بس بسبب العنف اللي صار فيها، وإنما بسبب الصمت المطبق على العنف اللي صار بحق النساء الموجودين هون. المرأة اللي بالسويداء اللي عانت من الخطف، من التجويع، من الهلع، من التهميش، من التجويع. حابة اليوم سلط الضوء مو بس على العنف اللي صار هنيك، ولا على كل شيء صار بسببه تأذت منه النساء الموجودين بالسويداء. هن ما كانوا بس ضحايا، وهن كانوا مقاومات. اليوم حابة ركز على وأعطي أمثلة عن كم سيدة برزت مقاومتهم بهي الأحداث الأخيرة. أول شيء تحكي عن الدكتورة لما عبي، الدكتورة اللي دفنت والدها الشهيد بإيديها ووقفت تعالج وتداوي الجرحى. الإعلامية رهف حمزة اللي تركت الخوف كانت صوت الحق، واللي هي ساهمت بتوثيق الكلمة بصدق وحاولت تأرخ كل شيء بأمانة. دكتورة فاتن هلال يلي انقرصت براسها وهي عم تواجه، اللي هي كانت عم تقوم بواجبها الإنساني الطبي. المراحل اللي مرت فيها سوريا كانت تحكمها، وهلا حاليا كمان بايديولوجيات، يعني ايديولوجية البعث، سياسة الحزب الواحد، القومية العربية، العنصرية، العروبة اللي نادوا فيها، الشعار اللي تم رفعه خلال 60 عام، أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. يعني كل هالدلائل ما كان
في ظل أي وجود للحياة السياسية ضمن سوريا. يعني دائما سوريا اللي هي كان فيها تنوع كبير لازم كان يكون غنى لسوريا، مع الأسف تم إقصائها بشكل مقصود. يعني سوريا مرت بمراحل كثير صعبة، مثل ما قلت كانت الحياة السياسية معدومة، كان تحكمها قبضة من الحديد، يعني بقبضة من الحديد. المؤسسات الأمنية هي اللي كانت تحكم. طبعا رفيقات، نحن من ناحية رح نتطرق لمحورنا. ايش من ذكرنا بالمحور من كلمات ما رح تكون كلمات معبرة بصراحة بحق المرأة القوية. مع انتقال السلطة في البلاد إلى بنية حكم جديدة ظاهرية أعلن فيها انتهاء عهد الظلم والاستبداد وسقوط نظام أذاق السوريين والسوريات الويلات على مر عقود، لتأتي لحظة الفصل معلنة من عهد جديد سرعان ما اتضحت ملاحمه وأهدافه الحقيقية، والتي ما كانت سوى إعادة إنتاج للنظام السابق ضمن إطار مختلف في الشكل ومتقارب في الجوهر، حيث كشفت أحداث الساحل والانتهاكات التي وقعت فيها وما تلاها من اندلاع شرارة الأحداث في السويداء قبل أسابيع قليلة، لتؤكد بوضوح الرفض العميق للتعددية الثقافية والدينية من قبل السلطة الانتقالية الجديدة، والتي ستدفع بسوريا نحو مزيد من التشظي والتفتت على المستويين السياسي والاجتماعي، ويضع جميع المكونات السورية أمام تحدي خطير وممنهج، سواء كان ذلك بشكل جماعي أو فردي. فأحداث الساحل وما تلاها من أحداث السويداء الأليمة شهدت انتهاكات كبيرة من قبل الفصائل التي تتبع للحكومة الانتقالية بحق المدنيين، وخاصة للنساء اللواتي كن في قلب العاصفة لا كشاهدات على الخراب، بل كأكثر من لامسهم اللهيب، وأكثر من حملن على أكتافهن ثقل المأساة، وأشد من عاينينا وقع الانهيار الذي اجتاح البيوت والطرقات والأسواق. لكن كانت السويداء تشهد منذ زمن طويل اختناقا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. التحديات التي تواجه نساء سويداء لابد من